السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب تاني إعدادي؟ إن شاء الله النهاردة هنحل معاكم امتحان 24 محافظة قنا، آخر امتحان في امتحانات المحافظات. باقي الامتحانات طبعا كنا حليناها، ما حليناش بس احنا شرحنا وراجعنا، عملنا حاجات ياما أوي. اللايك والسبسكرايب بتاعك. إن شاء الله في الفترة الجاية هنزل لكم مراجعات على كل واحدة واحدة كده، وفي آخر قبل امتحانك على طول إن شاء الله هنزلك مراجعة نهائية. إن شاء الله تستفاد من القناة. ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعك، وتعالوا نبدأ في امتحاننا النهاردة. بيقول لك عناصر المجموعة 3A تتبع الفئة. طبعا 3A ديت في الفئة دي، إنما ال 2A وال 1A طبعا دول تبع مين؟ تبع الفئة S. طيب، طبقة نقط تحتوي على الأوزون بداخلها، طبعا دي الستراتوسفير، وتسمى بالطبقة الأوزونية، معروف عنها كده يعني. طيب، ثلاثة من أمثلة الحفلات الدقيقة طبعا الفورامينيفرا والراديولاريا، وجودهم يدل على وجود بترول. أربعة، ترتبط جزيئات الماء مع براد جزيئات الماء، طبعا براد هيدروجينية، وما تنساش الرابطة التساهمية الأحادية أقوى من الرابطة الهيدروجينية في الامتحانات. طيب، صوت من ملوثات طبقة الأوزون مركبات لا الفريونات، لأن هو عايز مين مستويات غير التبريد، فهو بيتكلم على مركبات الكلور والفلوروكربون اللي هي بتسمى الفريونات. طيب، اتنين، عنصر الصوديوم يتفاعل مع بخار الماء الساخن فقط؟ لا، يبقى يتفاعل مع الماء لحظيا، أول ما تحطه في الماء يتفاعل على طول، ويبقى التفاعل مصاحب بخروج حرارة، ويتفاعل غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة. طب تلاتة، يعتبر السيليوم أقل العناصر في حجما؟ طبعا لا، ده أكبر العناصر. طب إلى من ينسب العمل التالي؟ اكتشاف مصادر الطاقة الرئيسية، طبعا ده العالم بور. طيب، يرمز لمجموعات وسط الجدول الدوري بالرمز، طبعا بالرمز دي. خلي بالك، هو مش بيسألك على الفئة. لو كان سألك على الفئة كنت هتقول له الفئة دي، إنما هو بيسألك على رمز المجموعة. المجموعات بتاعت الفئة دي بتديلها حرف A، بتديلها حرف الB. ماشي، زي فلزات الأقلاء كده بتديلها حرف، والوان A بتديلها حرف الA. ماشي، ما اديتلهاش الS، لأن S دي الفئة. ماشي، وإيه ده الرمز المجموعة اللي بتميز الفئة S. تمام. خلي بالك من الحاجات دي. وتسمى بالعناصر الانتقالية. طب في تكون الشهر فيه طبعا في الميزوسفير. الميزو بص، الميزوسفير دي فيها ثلاث حاجات بتتكون فيها الشهر، وأبرز الطبقات، وتسمى بالطبقة المتخلخلة. ثلاث حاجات دول. وتتكون السحب طبعا في التروبوسفير. تمام. طيب، ثلاثة، يسمى القطب الموجب ب. طبعا القطب الموجب في جهاز فولتمتر وجمان هو المصعد، اللي بيتفاعل عنده غاز الأكسجين. وبينما يسمى القطب الثالث المهبط، اللي بيتفاعل عنده غاز الهيدروجين، وطبعا نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين 2 إلى 1. من أهم المحميات العالمية محمية الولايات المتحدة، ويتم فيها حماية مصر طبعا. يلوستو محمية يellowstone في الولايات المتحدة، طبعا يتم فيها حماية الدب الرمادي. طيب، استخرج الكلمة أو الرمز غير المناسب من مكتب ما يربط باقي الكلمات. سرطان الكبد، فقدان البصر، الالتهاب الكبدي الوبائي، موت خلايا المخ. طبعا الالتهاب الكبدي الوبائي، والباقي أمراض ناتجة أمراض ناتجة من التلوث الكيميائي للماء. طيب، MgCU زنك. طبعا الام جي ده فلز يشغل الفوسفور. وتقول له كده الباقي فلزات. طيب، بارومتر، ترمومتر، التيميتر، ايونيت. طبعا الترمومتر والباقي أجهزة قياس الضغط الجوي. طيب، هل تعتبر حفرية النيمولايت من الحفريات المرشدة؟ هتقول له كده لأنها تدل على العمر النسبي للصخور الموجودة بها. لأنها تدل على العمر النسبي للصخور الموجودة به. طيب، أول جدول دوري وضع ترتيب تصاعدي العناصر حسب العدد الذري، طبعا حسب العدد الذري هو مزلي، جدول مزلي. تمام. طب، مجموعة عناصر كيميائية ضمن الفائز تقع أقصى يسار، طبعا دي فلزات
الأقلة. طيب عملية تحول أجزاء الكائن الحي قليل النبات أو حيواني إلى مواد صغيرة نتيجة إحلال المعادن وحل المواد العضوية جزء جزء، طبعا دي عملية التحجر. طيب تناقص مستمر في سمك طبقة الأوزون خاصة فوق القطب الجنوبي، طبعا ده ثقب الأوزون. الله أكبر الله أكبر. هنكمل معاكم بعد أذان الظهر إن شاء الله. طب بيقول لك في بقى اذكر مثالا لكل مما يأتي. أحد الغازات اللي فيها طبعا CO2، ثاني أكسيد الكربون. طب ملوث بيئي طبيعي للبيئة، طبعا ممكن نقول له البراكين. طيب شبه الفلز ده ممكن تقول له سيليك، ممكن تقول له البور، الزرني، أي حاجة. طيب قارن ما بين الفلور واليود من حيث الحجم الذري. أنت عارف أصلا إن الفلور، معلومة عندك، أصغر الذرات حجما ذريا، يبقى المفروض اليود أهو، يبقى اليود أكبر من الفلور في الحجم الذري. دي أول حاجة. طب في الكثافة، طب أنت عارف أصلا العناصر الهالوجينات اللي هو الفلور، كلور، برو، يود. أنت عارف الأول اتنين دول غازات. بالله عليك اليود ده أنت عارف اللي هو صلب، بالله عليك مين هيبقى كثافته أعلى، غاز ولا حاجة صلبة؟ كده السؤال حاجة صلبة. يبقى هنا اليود برضو أهو، اليود أكبر من الفلور في الكثافة. تمام. طب اذكر الرقم الدائري. عدد العناصر في الجدول الدوري المندلي، طبعا 67 عنصر. موقع طبقة الأوزون طبعا في الطبقة الثانية اللي هي اسمها الستراتوسفير. طيب سمك الثرموسفير طبعا 590 كيلو متر. طب عدد المحميات الطبيعية في مصر طبعا 30 محمية، أشهرهم طبعا رأس محمد ووادي الحيتان. طيب من الشكل المقابل إذا علمت بأن درجة الحرارة عند النقطة A -6، درجة الحرارة هنا -6. تمام. ودرجة الحرارة عند النقطة C هنا 20 ونص، 20 ونص. تمام. احسب درجة حرارة النبي. طب ما بي دي يا جدعان السفح. اه والله بي دي سفح الجبل. تعال نحسبوها. علشان تحسب علشان تحسبها هتقول له كده. أول حاجة تجيب مقدار التغير. مقدار التغير في درجة الحرارة يساوي الارتفاع ب6 ونص. طب ارتفاع الجبل ده كام؟ 3 كيلو. 3 كيلو في 6 ونص، على الحاجة هتطلع 19 ونص درجة. حلو. طب أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل درجة الحرارة عند السخن. يبقى درجة الحرارة عند بي، بي دي اللي هي السطح والله، هتساوي درجة الحرارة عند القمة ناقص، ودرجة الحرارة عند القمة زائد مقدار التغير. طب درجة الحرارة عند القمة بكام؟ ب -6 زائد 19 ونص، على الآلة الحاسبة هتطلع ب13 ونص، 13 ونص درجة. يبقى درجة الحرارة عند بي هنا ب13 ونص درجة. عايز تاني. بيقول لك وارتفاع النقطة A عن النقطة C. ادي A وادي C. عايز الارتفاع ده من اول هنا كده لحد النقطة A. هتقول له والله بسيط، هو الارتفاع بيساوي ايه؟ الارتفاع بيساوي مقدار التغير على 6 ونص. طب مقدار التغير كام في المسألة؟ كانت هنا 20 ونص وهنا 6، يبقى مقدار التغير 26 ونص. 26 ونص على 6 ونص، على الآلة الحاسبة هتطلع معاك ب4.07 كيلو متر. لا 4 كيلو متر من الآخر يعني، تقريبا يعني 4 كيلو متر. تمام. تمام. طيب قارن ما بين القالب والطابق. هتقول له والله القالب اهو حسبية القالب
هي نسخة، بتقول له كده هي نسخة طبق الأصل من التفاصيل الداخلية للكائن الحي، طرفها في الصخور الرسوبية. طب زي مين؟ زي الأمونايت. كل دي حفريات مين؟ حفريات قال. تريلوبيت، كل دي حفريات قال. طب حفرية الطابع، حفرية الطابع هتقول له كده هي نسخة طبق الأصل من التفاصيل الخارجية للكائن الحي، طرقها في الصخور الرسوبية. طبعا عندك طابع سمكة، طابع سمكة، وطابع من الصرخسيات. كل دي حفريات ايه؟ حفريات طابع. تمام. طيب بيقول لك حدد موقع العنصر ده. طبعا ده الرقم اللي هنوزعه، اللي تحت مش اللي فوق، واحد يوزع اللي فوق. 2 8 2. يبقى ده عنصر ده في الدورة الرابعة، المجموعة 2A. طبعا والفئة طبعا الفئة S. طيب ضع علامة صح وغلط، واكتشف الأول الحفرية اللي مش محفوظة في القرآن. طبعا غلط، محفوظة في الجليد أو الثلج. تمام. يبقى كده خلصنا معاكم امتحانات المحافظات. يا ريت لو عندك أي تعليق، عندك أي حاجة مش فاهمها، يا ريت تتواصل معايا تحت، هسيب لك روابط السوشيال ميديا بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب مني ليك يا حبيبي، يا حبيبي التانية إعدادي، تانية إعدادي 2025، أحلى دفعة.